لعله خيرا. النهاردة قصتنا هتعلمنا ان احنا لازم نرضى بقضاء الله. خلينا نخش في القصة على طول. كان زمان في احد الملوك ووزيره الحكيم، وفي يوم من الايام الملك والوزير راحوا عشان يصطادوا حيوانات. كان كل ما يحصل حاجة للملك الوزير يقول له لعله خيرا ايها الملك. فمرة وقع الملك في حفرة عميقة جدا، صباعه اتجرح. قال له الوزير لعله خيرا ايها الملك. خدوا وراحوا بيه للطبيب. الطبيب قال لهم لازم صباعه يتقطع وإلا هينتقل المرض لكل جزء في جسمه. غضب الملك ورفض بشدة، ولكن في النهاية استسلم لكلام الطبيب. رد عليه الوزير وقال له لعله خيرا أيها الملك. غضب الملك من الوزير بشدة وقال له ما الخير في ذلك يا وزير، وأمر الحراس بحبسه. فابتسم الوزير ابتسامة خفيفة وقال لعله خيرا. عدت الأيام ومرت، وفي يوم من الأيام راح الملك هو والحاشية بتاعته للصيد. خرج عليهم مجموعة من الناس اللي بتعبد الأصنام. خدوا الملك عشان يقدموه قربان للآلهة بتاعتهم. لقوا صباعه مقطوع، سابوه. افتكر الملك في نفس اللحظة كلام الوزير بتاعه وهو بيقول له لعله خيرا. أمر الحراس إن هم يجيبوا الوزير من محبسه. سألوا الملك، قال له يا وزير أنا حبستك لما أنت قلت لي لعله خيرا، ما الخير في ذلك أيها الوزير؟ فابتسم الوزير ابتسامة خفيفة جدا ورد عليه وقال له لو لم تحبسني لكنت أنا القربان الذي سيقدم للأصنام بدلا منك فهو خير، ولولا أن أصبعك مقطوع لكنت أنت القربان الذي سيقدم للأصنام فهو خير. فرح الملك جدا، فرح جدا جدا، وأمر بالإفراج عن الوزير وابتسم وقال لعله خيرا.